السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف كتعرفوا انه تم الاعلان على انه غادي تكون واحد البطاقة خاصة ببطاقة بالمعاقين، الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الاعاقة غادي تكون عندهم بطاقة، وهذا الشيء اللي اعلنت عليه وزارة التضامن والأسرة. الناس كيسولوا على هذه البطاقة، خصوصا كيسولوا علاش هذه البطاقة، شنو هي الامتيازات اللي كتقدم، يعني فاش غادي تفيدنا هذه البطاقة. ما كاينش حتى شي معلومات. اليوم قبل قليل يعني في راديو دوزان كانوا استضافوا الوزيره ديال التضامن والاسره وسولوها مجموعه ديال الاسئله على هذه البطاقه، وحاولت انني نجمع لكم اكبر عدد ديال المعلومات اللي قالت. بالنسبه لهذه البطاقه هذه فهي غادي تخرج هذا العام، يعني تم المصادقه عليها وغادي تخرج هذا العام. الطريقه ديال باش تحصل على البطاقه هو غادي يصايب واحد السيت او واحد المنصه، وراهم كتقول انها المنصه راها تقريبا واجده. وبالنسبه لهذه المنصه كتقيد فيها، يعني بحال كتقيد في داكشي ديال الدعم، كيطلبوا منك المعلومات ديالك وعلى حساب. ثم بعد ذلك هذاك الدوسي ديالك كيمشي لعندهم الوزاره، من بعد ذلك كيحيلوه لان عندهم شراكه مع وزاره الصحه باش كيشوفوا نوعيه الاعاقه. ثم بعد ذلك كيصيفطوا لك تيقول لك ان خاصك تمشي دير واحد الفحص طبي عند الدكتور فلان فلان. هذاك الدكتور اللي كيدير لك الفحص ديالك هو اللي كيحدد نوعيه الاعاقه والطبيعه ديالها، ويعني المدى ديال، لان كاين اعاقه متوسطه، كاين اعاقه خفيفه، كاين اعاقه عميقه على حساب. كاين اعاقه اللي هي حركيه، كاين اعاقه اللي هي عقليه. المهم هذاك الطبيب اللي كيدير لك هذيك الخبره هو اللي كيحدد نوعيه الاعاقه ديالك، وهذه نوعيه الاعاقه هي اللي كتحدد الطبيعه ديال الخدمات اللي غادي تستافد منها. انا جايكم ما بغيتش نقول لكم هذا الشيء حتى الاخر. بالنسبه هذا هو الطريقه ديال التسجيل والطريقه ديال انك تحصل على الاعاقه. دابا السؤال هو كاين جوج اسئله، علاقه ديال البطاقه مع هادشي ديال الدعم الاجتماعي والتضامن وكذا، وكاين شنو هي الحوايج اللي غادي تفيدك فيهم هذه البطاقه هذه. بزاف الناس كيطرحوا كيقول لك سيدي هذه البطاقه غيكون التنقل مجاني في التران، في الطوبيس. ملي تصنت الوزيره هادشي كاع ما جبداتو. ملي سولوها على خدمات ديال البطاقه قالت جوج حوايج وما طولاتش فيهم، ما بغاتش تسترسل فيهم، رغم ان اللي كان كيسولها كان كيحاول ياخذ منها معلومات. المهم قالت لك سيدي عندك خدمات طبيه مجانيه تتعلق بنوع الاعاقه، ماشي اي خدمات مجانيه، الخدمات اللي كتتعلق بنوع الاعاقه. مثلا واحد عنده اعاقه بصريه، مثلا عنده يبقى يمشي للطبيب ديال العينين، يعني بدون فابور، الدواء ديال كل ما يتعلق بداك الشيء ديال العينين فابور، لان عنده اعاقه بصريه. اللي عنده اعاقه حركيه مثلا غيكون عنده ترويض مجانا في الطبيب. اللي عنده مثلا مشكل اعاقه ديال السمع ولا البصر ولا النطق، عنده اعاقه تقويم ديال النطق فابور. يعني خدمات طبيه مجانيه تتعلق بنوع الاعاقه، هادشي على حسب ما قالت الوزيره. ثم كاين خدمات اجتماعيه مجانيه حسب نوعيه الاعاقه بطبيعه الحال. مثلا كتلقى مراكز ديال التعليم بالنسبه للتلاميذ اللي الاعاقه كتبتات على انهم ما يقدوش يقراوا في المدارس العموميه مع باقي التلاميذ هادو. المهم في نظري هادشي اللي قالت انا ما قنعنيش صراحه، ما قنعنيش، لان ما قالتش شي حاجه اللي هي كانوا كيتوقعوها الناس وكينتظروها الناس. هادو هما جوج حوايج اللي هضرات عليهم. ثم بالنسبه للعلاقه ديال البطاقه مع الدعم فهي خرجت من باب واسع، قالت لك اللي عنده الدعم، اللي عنده المؤشر راه غادي يستافد من الدعم، لا علاقه للبطاقه بهذا الشيء. واللي عنده تضامن راه غادي يستافد من التطبيب ومن هذا المجاني، بينما البطاقه فقط كتوفر لك هذه الخدمات المجانيه التي تتعلق بنوعيه الاعاقه وبعض الخدمات الاجتماعيه التي تتعلق بنوعيه الاعاقه. بالنسبه لحوايج اخرين بحال ديال السفر، بحال ديال المخيمات، بحال هذا ربما يدخلوا في هذا الشيء ديال الخدمات الاجتماعيه ومخيمات وكذا، ولكن ما قالتش شي حاجه مضبوطه. بالنسبه للتسجيل غادي تفتح هذا العام وغادي يبدا في منطقه معينه، قد في جهه معينه، يعني في انتظار انه يتعمى، وغالبا غادي يبدا في جهه الرباط القنيطره، ثم بعد ذلك غادي يتعمم على مناطق اخرى. كنتمنى على ان هذا الشيء اللي قالت يعني يكون اكثر منه، لان المعاقين او ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم بزاف ديال المشاكل وكيعانيو بزاف، وخصهم بزاف ديال الامتيازات، عل وعسى يعني تعوضهم على شويه من الناحيه المعنويه والاجتماعيه على داك الشيء اللي كيعانيو منه.
كنتمناو على ان هذا الشيء اللي سمعت انا يكون جزء منه، ماشي هو يعني كنتمناو انه يكون حوايج اخرين، لان بانت لي الوزيره مرتبكه، وخصوصا ملي كيتعلق بهذا الشيء بالخدمات ديال بطاقه الاعاقه، حاولت انها ما تدخلش في التفاصيل بزاف، بقات كتدور. على اي حال كنتسناو المزيد من المعلومات، ربما تبان الجديد. خليكم معنا في القناه، الا كان شي جديد ان شاء الله نبارطاجيو معكم. هذا هو اللي كاين، وشكرا والسلام عليكم.